اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يلا نسمي بسم الله وصلى على الرسول ونبدا فيديو النهارده عند الطيور ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الفراخ. طبعا زي ما قلت لكم هنجيب بط. ده البط ده بط مسكوفي ار، اللي هو البط الار، اللي هو ايه بيبقى تقيل وبيمشي ببطء كده زي ما انتم شايفين. ده الجوز عامل النهاردة 160 جنيه. دوز البط ده بط مسكوفي ار، اللي هو البط الاصلي، اللي هو المسكوفي، اللي هو المسكوفي الاصلي، اللي هو العينه حمرا ده. وتمسك تشوف رجله، تلقي رجله ايه زي عامله زي الابره كده، يعني زي سن الابره. انا قلت لكم ان احنا هنجيب بط، ودينا جبنا البط وانا صورته لكم. دول عمر 7 ايام. زي ما انتم شايفين. ده الفراخ. طبعا الدنيا حر شديد، انا بغسل المواعين دوت يوميا وبملاهم لهم واحط لهم اكل وميه، يعني كل يوم بحط له اغسل المواعين ونملى لهم ميه. طبعا الحنفيه تكون بارده ما تكونش سخنه، ونحط لهم اكل زي ما تشوفوا كده، ونبسه لهم شويه كده. طبعا انا بحط لهم علف مع عيش مدشوش كده يعني، او مدقدق كده، نخلطه على بعضيه ونحط لهم عشان ايه. طبعا العلف بيبقى سخن جو في الصيف، فاحنا بنحط نخلط عليه عيش. ما تحطوش عليه نخاله، لان النخاله بتتعب البط وهو صغير بالاكتر، لازم استنوه اما يكبر. والمفاجاه معاكم هوريكم المفاجاه زي ما قلت لكم. الحمام طبعا جبنا 3 جواز حمام نربيهم، وعشان يطلعوا لنا حمام مطرح الحمام اللي كان عندنا. الحمام اللي عندنا طبعا ايه، مع انه ما بيجيش ينفع، فاحنا ايه دبحناه كله واشترينا مكانه. زي ما انتم شايفين دول 3 جواز. جوز الحمام عامل 120 جنيه. زي ما انتم شايفينه كده. كان ايه يعني جبناهم كانوا بيلقطوا جديد كده، وجبناهم جوز ب120 جنيه كده. احنا عملنا لهم ايه زي ما انتم شايفين كده الطوب، وحطينا لهم شويه نديله ناشفه كده، قاموا ايه جشجشوا كده وابتدوا ايه بيضوا. فيديو النهارده حلو، وزي ما انتم شايفين الحمام اللي اشتريناه جديد والبط وان شاء الله كده هيجي مدخول الشتاء. زي ما انت هتشوفوا كده معايا هنجيب فراخ بيضة، لان في الصيف ما بينفعش الفراخ البيضة. الدنيا حر زي ما انتم شايفين. طبعا بنجيب الكتاكيت البيضة دي بتموت في الحر الشديد ده. طبعا ايه فاحنا ايه زي ما انتم عارفين انا ما بربيش في البيت ولا في البلكونة ولا حاجة، بربي في الحوش اللي انتم شايفينه ده. فما ينفعش في الشتاء في الصيف عشان الجو حر شديد، مفيش مروحة ولا اي حاجة. ان شاء الله هنجيب هنجيبه كده على اول الشتاء، يعني في دخول الشتاء اول ما الجو ابتدي يبقى كويس كده ان شاء الله هنجيب. وما تنسوناش باللايك يا جماعه والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وزي ما انتم عارفين انا قلت لكم علف، والحمام بنجيب له علف اسمه علف بياض عشان الحمام يبيض ويطلع. والفراخ زي ما انت قلت لكم كده برضه بنجيب الفراخ الكبيره علف بياض، لكن البط ده عايز علف تسمين عشان يسمن ويكبر. فانا حاليا ما بطلت اجيب علف البياض، بجيب علف تسمين وبحطه بس كده للفراخ عشان البط عشان ياكل البط ويكبر معانا. وده فيديو النهارده ويوم النهارده. وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد مني. وبشكر كل حبايبي اللي اشتركوا لي في القناه جديد، وكل اللي بيدعمني وبيحط لي لايك ويشترك لي في القناه بشكره خالص. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. احلى احلى متابعين، ربنا يديمكم في حياتي، والسلام عليكم ورحمه الله.